تحذير وإغلاق الشواطئ في مدينة نيويورك يوم غد وبعد غد الأربعاء والخميس بسبب إعصار إيرين. هذا الإعصار من الدرجة الثانية وهو بعيد عن الأرض، يعني ما له تأثير كبير، لكن هو بسبب أمواج تصل يعني ارتفاعها من 12 ل 20 قدم. الشواطئ الآن أغلقت في نورث كارولاينا في ارتفاع في الأمواج، وأغلب الولايات اللي في الشمال الشرقي سوف تغلق الشواطئ بسبب طبعا ارتفاع هذه الأمواج، وقد تكون خطيرة على مرتادي الشواطئ. على الأغلب راح يكون الرمل مفتوح، لكن الدخول داخل المياه راح يكون ممنوع بسبب هذه الأمواج. أيضا ولاية نيوجيرسي سيتم إغلاق طبعا الشواطئ فيها لأنها على مسار هذا الإعصار أو مسار هذه الأمواج العاتية. اللي مفكر يعني يطلع رحلة بكرة أو بعد بكرة للشواطئ يحط في حسابه إن الشواطئ المي راح تكون مغلقة للسباحة، لكن الرمل راح يكون مفتوح.